لو دايما رقبتك بتوجعك أول ما بتصحى من النوم وبتلاقي فيها شد عضلي أو وجع أو حرقان، الفيديو ده ليك. السلام عليكم، ايه الأخبار؟ إن شاء الله جميعا تكونوا في أفضل حال وفي أفضل صحة. من أكتر الأسئلة اللي بنشوفها هنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو حتى على التيك توك في كل مكان، ايه هي أفضل وضعية نوم للرقبة بحيث إنها تقلل الضغط على الأعصاب؟ يا دكتور أنا عندي غضروف في الرقبة، أنام إزاي؟ يا دكتور أنا بصحى من النوم بلاقي رقبتي مش عارف احركها لا يمين ولا شمال، عندي وجع شديد، في شد عضلي، معايا صداع مع ألم الرقبة. حاجات كتير جدا حضرتك ما بتكونش واخد بالك ان كل المشاكل دي اساسها الوضعيات الغلط في استخدامك للرقبة، اللي من اهمها وضعيات النوم. تلاقي ناس بتنام على اكتر من مخدة، تلاقي ناس المخدة بتاعتها ناشفة جدا والنوم عليها لو نمت عليها 5 دقايق يتعب، بس ما بالك لو نمت عليها من 6 ل 8 ساعات. عشان كده احنا في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن اكتر وضعيات النوم المريحة للرقبة بشكل عام، للناس اللي بتعاني من مشاكل في الرقبة او الناس الطبيعية اللي عايزة تحافظ على رقبتها من كل المشاكل اللي بتحصل فيها. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش انكم تعملوا لايك على الفيديو ده وتشتركوا في القناة لو حضراتكم بتشوفوني على اليوتيوب او بتشوفوني على الفيسبوك. ما تنسوش تدعموني بلايك ومنشن وشير. اهم حاجة واحنا بنتعامل مع الرقبة واكتر حاجة تخلي الضغط على عضلات الرقبة متساوي هو ان انت تحقق حاجة اسمها ماسل بالانس، هو التوازن العضلي ما بين ناحيتين الرقبة اليمين والشمال. وعشان ده يتحقق محتاجة ان العضلات تكون على طولها الطبيعي، يعني تكون على خط مستقيم. فالقاعدة الذهبية وحضرتك بتتعامل مع رقبتك خاصة في وضعية النوم ان الرقبة تكون على خط مستقيم، الشكل اللي حضرتك هتبقى شايفه في الصورة قدامك ده. ولو حضرتك حابب تسأل عن افضل وضعية والرقبة كمان تكون على خط مستقيم، فهي الشكل اللي حضرتك شايفه ده. حضرتك بتنام على مخدة واحدة بس وتحط عليها رقبتك، وممكن كمان ان انت تحط مخدة تحت القطنية وتتني رجليك الاتنين وتحط مخدة ما بين الركبتين. الوضعية دي هي الموست اكيوت بوزيشن اللي حضرتك تقلل بيها الضغط على عضلات الجسم بشكل كامل والعمود الفقري بشكل كامل، وتحقق فيها التوازن العصبي العضلي في كل الجسم تقريبا. ولو بتتكلم على رقبة بس فيكفي فقط ان حضرتك تستخدم مخدة واحدة بس في الرقبة ويكون الجسم على خط مستقيم وحضرتك نايم على ظهرك. طيب لو حضرتك ما بتحبش تنام على ظهرك ممكن تنام على جنبك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طب لو حضرتك ما بتحبش تنام على جنبك وما بتحبش تنام على ظهرك وتيجي تسألني، انا بحب ان انا انام على بطني او انام على وشي بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، الوضعية دي ممنوعة منعا باتا. الوضعية دي من اكتر الوضعيات اللي بتخلي وضعية الرقبة سيئة جدا. الضغط على الاعصاب بيكون شديد وكمان الضغط على الفقرات بيكون في غاية السوء. عشان كده ما ينفعش ان احنا ننام على وشنا او على البطن. وتزود كمان المشكله بقى ان انت تحط ايدك تحت المخده، يبقى انت كمان عملت استطاله شديده على العصب طول مده النوم من 6 ل 8 ساعات. فانت ممكن تصحى الصبح تلاقي ايدك كلها منمله وممكن تلاقي ايدك واقفه بسبب بس الموضوع ده، فبيأثر معاك على اعصابك بشكل كبير. القاعده الذهبيه في التعامل مع العمود الفقري بشكل كامل هو ان حضرتك تحمل صح على العضلات، والحاجات البسيطه دي والله العظيم والله العظيم والله العظيم بتفرق جدا. لو ما خدتش بالك منها ممكن السبب الوحيد البسيط اللي انت شايفه ده يوصلك لغضاريف متعددة في الرقبة. وأكم شفناها في العيادات ان البداية بس من وضعية النوم او لابتوب بسيط او حاجة بسيطة جدا توصلوا المشاكل بتكون مؤلمة جدا جدا جدا. بس كده دي كانت نهاية الحلقة. لو عندكم أي أسئلة اكتبوها لنا في الكومنتات تحت وهنرد عليها إن شاء الله في أقرب وقت. المهم والأهم إن أنتوا تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. أنا مصطفى سليم هنا حكيم أعصاب، وأشوفكم الفيديو الجاي على ألف خير. سلام عليكم.